نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار تونس اليوم. رئيس الجمهورية يهنئ بيسان وبليسان ويعبر عن اعتزاز التونسيين بتتويجهم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج التلميذتين المتميزتين بيسان وبليسان اللتان فازوا يوم 23 أكتوبر في دبي بالجائزة الأولى لمسابقة تحدي القراءة العربية في دورتها التاسعة، وأعرب عن اعتزازه واعتزاز كل التونسيين بهذا التتويج. مجلس وزاري مضيق يقر حزمة إجراءات لإنجاح موسم زيت الزيتون. أشرفت رئيسة الحكومة لقصر الحكومة في القصبة على مجلس وزاري مضيق حول متابعة الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم زيت الزيتون. العاصمة الإطاحة بشاب انتحل صفة أمني وتورط في الابتزاز والتحرش والسلب. تمكن أعوان مركز الأمن الوطني من الإطاحة بشاب تورط في انتحال صفة أمني لابتزاز فتيات وشبان والتحرش بفتيات وسلب ضحاياه هواتفهم. الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بعد انعقاد جلستها العامة عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لعام 2026 بصياغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية. ارتفاع عائدات تونس من السياحة. ارتفعت عائدات البلاد من السياحة بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 لتقدر بحوالي 6264 مليون دينار.